شجع المنتج المصري بارت 2. الحلقه النهارده هي منتجات لازم تستخدميها انت وجوزك، يعني هتشتري العبوه واحده وهتبقي بتوفري لان انتوا الاثنين هتستخدموها. على فكره ممكن تستخدمي المنتجات دي انت واخوكي، انت وابنك، يعني مش شرط انت وجوزك. فشوفي بقى اختاري، المقصود ان اللي هي وهو. طيب تعالوا نقول ايه هي المنتجات اللي لازم تكون موجوده ونستخدمها مع بعض عشان نوفر. هنلاقي ان احنا هنستخدم اول حاجه هي الصن بلوك. صن بلوك بوبي حلو قوي، واخترت كمان النوع اللي هو سبورت علشان هو سبراي وكمان مناسب قوي لو في تمرين، في خروج في الشمس الصبح، رايحه شغلك، رايحه جامعتك، رايح تمرينك، رايحه تمرينك، اي حاجه، كل ده هيبقى استخدامه حلو قوي. عبوه جميله جدا، وبوبي عامه لاين حلو قوي للحمايه من الشمس، وفي SPF او سان بروتكشن فاكتور عالي وكويس. ولو بقى عندكم مشكله تساقط الشعر، اللي انا عارفه من الرسائل اللي بتجيلي او من الكلاينتس اللي بيقابلوني في العياده فكره ان هي بجد حاجه موجوده في كل بيت تقريبا، بس هنقضي عليها. تقدروا تجيبوا اللوشن او هير لوشن. فكره الهير لوشن انا المره دي مستخدمه او مختاره لكم لابيتي ناتشورال. الهير لوشن ناس كتير قوي مش بتبقى فاهمه ده ايه البرودكت ده اصلا، اشتريه ليه او اعمل بيه ايه. هو بيبقى ازازه سبراي، باخدها منها وبرش على فروه راسي، برش اوكي كده، وابدا اعمل كده حركات دائريه، ممكن حوالي 10 رشات مثلا في اليوم، واحسن حاجه تكون بالليل قبل النوم. البرودكت ده او فكره استخدام الهير سبراي عامه بتفرق جدا في انها بتقوي الشعر وكمان بتقلل التساقط، وحلو ان انتوا تستخدموه سواء انت او انت. طبعا الفيتامينز واللي هكلمكم عليها بالتفصيل كمان شويه اكتر، بس دلوقتي هقول لكم على فيتامين مخصص للشعر او مشاكل الشعر، بما اننا بنتكلم على تساقط الشعر دلوقتي حالا. فبايوتين حلو قوي، جربت بتاع سيجما تاو، بجد من الحاجات الهايله، حتى مع كلاينتس لقيت نتائج خطيره بعد اسبوعين بس بتبدا تظهر ان الشعر فعلا بينبت، واماكن الفراغات بجد بتروح على طول. والشامبو حلو كمان انه يبقى بيقوي الشعر ويساعد على علاج تساقط الشعر، وتستخدموه انتوا الاثنين. ممكن نستخدم شامبو سيرو بايب من باركفيل، من الحاجات الموثوق فيها جدا جدا جدا، بجد هايل، بيساعد على تقليل تساقط الشعر، بيقوي الشعر جدا، مليان فيتامينز، وبجد كلكم هتتخانقوا عليه في البيت. طب احنا دلوقتي غسلنا شعرنا وخدنا الفيتامين وحطينا الصن بلوك، عايزين بقى نخرج. ما ينفعش نخرج شعرنا هايش منكوش، لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. عايزين حاجه تثبته وتخليه ياخد الشيب اللي احنا عايزينه، ونستخدم منها حته قليله وتبقى فيري افكتيف او فعاله. فهو كريم الشعر، طبعا ممكن يبقى السيرم، بس النهارده هنتكلم على الكريم للناس اللي بتحب تستخدم كريم. هنلاقي اوبشن لافين كريم. لافين كريم عاملين كريمات بزيت الارجان، وعاملين كريمات تانية بالشيا باتر. بتستخدمي النوع اللي انت بتحبيه او اتفقوا على النوع اللي انتوا بتحبوه عشان تستخدموه مع بعض، فتاخدي منه حبه قليله قوي تعملي بيها الستايلنج بتاعك كل يوم. بجد من الكريمات الحلوه جدا. احنا بنعيش حياتنا كلها نقعد نقول هو ولا هي، لا هي ولا هو، بس الفكره كلها انه هو وهي بيكملوا بعض. يعني هو ده ممكن يبقى ابنك، ممكن يبقى باباكي، ممكن يبقى جوزك. انا عارفه ان انا قلت جوزك اخر حاجه عشان عارفه الخناقات اللي بتحصل، بس في الاخر احنا بنكمل بعض. علشان كده دايما اتفقوا واستخدموا حاجات مع بعض، هتحسوا ان انتوا بتنجزوا كده وفي مشاركه حلوه. وعايزه اقول لكم ان من الحاجات المهمه قوي ان لازم تستخدموها عشان هو وهي يقدروا يكملوا رسالتهم، هي ان انتوا تاخدوا فيتامينز تقويكم، تعلي المناعه، تساعدكم على ان لو في مشكله تساقط شعر تروح. تعالوا اقول لكم الفيتامينز اللي هتستخدموها. هنا بقى منتجات ليميتلس عملت فيتامين للراجل وفيتامين تاني للست، او مان وومن، او وومن ومن عشان محدش يزعل مني. بس الفكره ان انتوا لما تفكروا بعد كل يوم ان بعد الفطار هتاخدوا الفيتامين، فدي مشاركه حلوه. ممكن تعملي ده انت وابنك، بس طبعا ما يكونش طفل. لو طفل ليه ليميتلس برضو للكيدز، بس لو اكبر من 18 سنه فهو هيبقى ليميتلس مان، مش هيبقى تبع الكيدز، فهيستخدم بعد مان. فكروا بعد الفطار يلا بينا ناخد قرص الفيتامين عشان نقدر نكمل. وبكده نكون خلصنا بارت 2 من حلقات شجع المصري، واتكلمنا النهارده عن منتجات تقدري تستخدميها لهو وهي او هي وهو.